الكلام ده اي كلام على فكره، رايك ما يهمهمش ولا حاجه، وتعالى اثبت لك. في السبعينات شركه فورد عملت عربيه حلوه قوي اسمها بينتو، بس كان فيها عيب صغير قد كده، ان هي لما بتتخبط من ورا بتنفجر. والاسوأ ان هم كانوا عارفين العيب اللي موجود في العربيه، بس هم لما عملوا الحسبه بتاعتهم بالورقه والقلم والمكسب والخساره، كان ساعتها اسمها بينتو ميمو، لقوا ان هم لو صلحوا 12 مليون عربيه هيتكلفوا تقريبا 137 مليون دولار. بس لو سيبنا الناس تموت ودفعنا تعويضات الوفيات هندفع بس 49 مليون دولار. فاختاروا ان هم يسيبوا الناس تولع حرفيا. وده يخلينا نسال، هل الشركات فعلا بيهمها رايك؟ بس لما تفكر فيها هتقول ما هي دي السبعينات والدنيا اختلفت دلوقتي. تعال اقول لك، لان الشركات ما بتتعلمش. سامسونج مثلا في 2016 اول ما الجالكسي نوت 7 بدات بطاريته تولع، كدبوا الناس وقالوا ان دي حالات بسيطه قوي وكملوا بيها عادي، لحد اما الطيارات وخطوط الطيران منعوهم اصلا ان هم يطلعوا على الطياره. حتى في مجال الملابس لما عملاء لولو طلعوا قالوا ان الهدوم بتتقطع وبتنشف، مؤسس الشركه نفسه تشيب ويلسون طلع قال العيوب في اجسام كومنتو، وانا بتكلم على السي او مش حد بتاع بي ار. فالمره الجايه لما تسمع او تشوف كلمه رايك يهمنا، لازم تبقى عارف ان هو مهم بس لحد سعر معين. انت بقى قول لي ايه اكتر شركه انت بتشتكي لها بس هي بتعمل نفسها مش سامعاك.